شايفين الرغوة في الصابون؟ تحفة. الصابون دوت لا مش هنعمله فيه اي حاجة، بأبسط حاجة، ومش هيكلفك ولا حاجة المرة دي خالص، ولا حتى هتحطي صابون ولا هتحطي زيت. وكمية الرغوة اللي قدامك دي يعني من وانتي شغالة كده هتلاقيها بتزيد معاكي، طول ما انتي شغالة بتزيد معاكي، معرفش بتجيبي الرغوة دي كلها منين. بصي الليفة معايا عاملة ازاي، طريقتها سهلة جدا وبسيطة وعجبتني قوي، قلت لازم اوريها لكم واجربها معاكم. فكرتها حلوة وسهلة ومش مستاهلة اي تكلفة خالص. يعني هجيب كوبايتين مية، اهم حاجة معايا البلاستيكة اللي هتعملي فيها بس تكون هتاخد الكمية اللي انت هتعمليها، هتعملي 5 لتر يعني تاخدي معاكي البلاستيكة اللي هتكون ايه، هتاخد الكمية دي. حطيت كوبايتين المية، مية باردة فترة خالص من الحنفية مفيهاش اي حاجة. هحط معلقتين بوتاص او هيدروكسيد الصوديوم. طبعا ده اهم حاجة بنشتغلوا بيه دايما في كل حاجة تبع الصابون. هدوبه بقى حلو قوي كده. البوتاص زي ما قلنا قبل كده اللي هو القشور ده بيبقى احلى نوع، واهم حاجه ان انت تكوني لو جايباه وعندك مركون حاطاه في حته بعيده مقفول وما يكونش معرض للهواء عشان ما يبص معاكي، لانه لو باظ مش هيتفاعل معاكي ومش هيظبط معاكي الحاجه. معلقه دي كربونات صوديوم، معلقه واحده. يعني دلوقتي كده معايا كوبايتين الميه عليهم معلقتين بوتاص ومعلقه كربونات الصوديوم. بس كده بس كده، هو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي ولا حاجة تانية. خلاص كده هزود بقى كمية المية اللي انا عايزاها. دي هنا ازازة دي 2 لتر ونص، ازازة اللي هي الحاجة الساقعة دي 2 لتر ونص، انا هفضيها كلها. وهزود كمان مية معايا تاني. الصابون السائل دلوقتي يعني اسعاره غليت وازايز صغيرة ومش بتكفي معانا حاجة. طب ليه ما نجربوش ونعمله طالما الحكاية مش بتتكلف معانا حاجة؟ يعني معلقة ومعلقة شوية مية مش هتعمل معانا اي حاجة ولا هتكلفك حاجة. وتيجي شايفة كده الرغوة اللي شفتيها في اول الفيديو، هحط كمية المية وادوب كده واشوف هحط مية تاني. طول ما انا شغالة هشتغل واجيب في مية واحط زي ما انت عايزة، حطي مية طول ما انت شغالة. بصي انا ما حطيتش لسه ولا حاجة غير المية. شايفة بداية الرغوة دي اللي ابتدت معايا، ما زي ما قلت لك ولا زيت ولا صابون ولا اي حاجه حطيناها. هنا هجيب معايا ايه، هنا معايا، هنا هضيف بقى معايا هنا ايه، معلقه بيض صغيره ومعاها معلقتين نشا. هدوب كده البطاطس. انت ممكن تعملي العكس وده الافضل، ان انت تحطي النشا الاول تدوبيه وبعد كده تحطي البطاطس. هو في كلتا الحالتين هيكلكع معاكي وهيبقى تقيل شويه، بس سهل خالص ما تقلقيش، هنعرفه نفكه بعد كده وهندوبوه حلو ما تقلقيش. اهو حطيت كده النشا، دول معلقتين نشا. وعلى فكره بقى عايزه اقولك ان النشا كل ما هتزودي معاكي، يعني لو انت حطيتي اكتر من كده هيتقل معاكي. لو انت عايزاه السمك بتاع الصابون السائل يبقى الخام بتاعه يعني تقيل شويه كده معاكي وانت شغاله. بصي عمل معايا ايه، هنزل بقى العجينه اللي انا عملتها ديت. طبعا البطاطس دوت سوى النشا او خلاه كده زي ما انت بتعمليه على النار، فاحنا محطيناهوش على النار بس البطاطس سخونيته خليته استوى معايا كده وكلكع معايا. هدوب بقى بمضرب بيض، بهاند بلندر، باللي عندك هتشتغلي بيه لحد ما تدوبي كل التكتلات دي اللي نزلت معاكي. لو معاكي مضرب بيض سهل برضك هيظبط معاكي وهيفك كل ده. بصوا انا شغاله والرغوه عماله تطلع، شغاله والرغوه مش عارفه بتيجي منين. حلو كده الكلام، حلو الكلام. هنزوده ايه بقى وهنضيفه ايه تاني؟ هنضيفه معانا طبعا مش هيبقى الوضع ده بس، لا لسه طبعا هنزوده. معايا هنا ايه، ده صابون سايل من عند الراجل. هتجيبي نص لتر، او لو انت عايزه كميه اكتر من ال5 لتر هتجيبي معاكي لتر كامل وتحطيه. تمام كده. وهتبتدي بقى ايه، تدوبيه حلو كده معاكي مع الميه اللي انت حطاها. طبعا كل ما بتقلبي وبتدوبي كده بتحسي ان الصابون ابتدى يتقل معاكي كده. اللون بقى، الريحة، الحاجات اللي انت عايزة تضيفيها معاكي انت اللي انت عايزاه. عايزة تغيري اللون ده لون البريل اللي انا كنت، او لون الصابون السائل اللي انا كنت جايباه، فما جبتش لون، هو اللون اللي كان موجود فيه. انت بقى عايزه تجيبي لون، طبعا سهله، احنا عرفنا اماكن الحاجات دي قبل كده كتير. عندك بتاع الصابون السائل هتروحي تقولي له انا عايزه لون
الاخضر، الازرق، الاصفر، البرتقاني، اللون اللي انت عايزاه. الروايح عنده روايح كتيره واسعارها مختلفه، اللي انت عايزاه وريحته بتعجبك هاتي منه. بزود بقى الميه اللي انا عايزاها. خلاص انا بحط الميه بقى بتاعتي اهو. بصوا عماله املى في ميه. بس اهم حاجه عندي انا كان الرغوه اللي قدامي، هي دي اللي انا بدور عليها في الصابون السائل اللي انا شغاله بيه. احس ان الليفه كده شغاله برغوه، الميه كلها رغوه، عشان كده احس بنظافه الحاجه معايا. بس كده. ايه رايكم في التركيبه السهله البسيطه ديت معايا؟ بقى هقولك على حاجه كده تانية. لو انت عايزه ايه تتقلي معاكي الصابون السائل، هوريكي بقى عملي كده بسيط يعني بصي بسيط قوي كده. شويه صابون سائل هيعملوا ايه في الليفه بتاعتي. حطيت حبه كده يا دوبك، بحط الليفه بحرك ايديا عماله تعمل فراغ. عايزه اقولك بقى نضافته في الشغل بتاعه تحفه، والله تحفه بجد. يعني عندك شويه مواعين بحته الليفه دي هتخلصي بيها كميه مواعين كتير. نظافه، يعني نظافه بجد والله، من غير ما احلف. يعني هي بجد النظافه بتاعته جميله جدا. بصي الرغوه قد ايه حلوه قوي، عاجبني قوي، وطريقته سهله جدا وبسيطه وما كلفتنيش حاجه خالص. واللي عندي اشتغلت بيه، ما جبتش صابون حتى لو ما عنديش، مش محتاجاه، ما عنديش زيت ركناه مش عايزه انا اعمل بالزيت. ادي طريقه حلوه قوي وجميله وعجبتنا وجربناها، والرغوه بتاعتها حلوه وتحفه. ولو عايزه تزودي بقى وتقلي بقى زي ما قلتلك هتعملي ايه. اديني خلصت خلاص، عايزه ازود مثلا شويه السمك بتاعه، جبت معلقتين نشا تاني وحطيت شويه ميه دوبتهم فيها. زي ما قلتلك من الاول، لو انت هتزودي ميه كتير زودي معاها النشا، يعني بدل ما هتحطي معلقتين لا حطي 4 معالق كبار. وهتحطي شويه بيض صغيرين كده عشان برضك يعمل العجينه بتاعه النشا ويسويها ويتقلها، وتبقى هي دي السمك بتاع البرسيل بتاعنا، او قصدي البريل بتاعنا، او السائل بتاعنا، سائل المواعين بتاعنا. خلاص كده هتدوبي وهتحطي، ما تقلقيش عادي، ما فرقتش معانا حاجه. هندوبوها وهنقلبوها بعد كده زي ما عملناها اول بدايه الشغل بتاعنا، عشان تتقل بس ايه الخام شويه. انا اهم حاجه زي ما قلتلك كان معايا في الطريقه ديت الرغوه بتاعه الصابون، وقد ايه نضافته حلوه قوي وجميل قوي وما كلفنيش حاجه. وحسيت كده بان هو فعلا جميل قوي، عجبني يعني، عجبني المره دي قوي. ادينا بنجربه مش هنخسره حاجه، وادينا بنزوده معانا حاجات كتيره بنشتغل بيها في بيتنا. هيساعدك بقى في تنظيف المواعين. لو عايزه تنضفي الحوض هتلاقي الحوض بيبرق معاكي. طبعا هنا انا بوريكي ان انا معايا هنا لابو 4 لتر، يعني الكميه دي ان انا عملتها 4 لتر، واتبقى كمان بتاع لتر تاني فضيته في ازازه. يا رب تكون الطريقه عجبتك واكون فدتك بحاجه بسيطه انا استفدت منها. اشوفك بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.